الإعادة والتكرار لسيناريو ملعب رادس. هذا واحد من جماهير الزمالك يدخل ويقتحم الميدان. اللاعبين يحاولوا انهم يهديوا من روع المسؤولين عن الامن في الميدان، ويخرج المحب من ارضيه ملعب استاد القاهره. لكن نشوف في اقتحام للميدان. اكثر من 100 محب. فات المباراة، انتهت المباراة خلاص، انتهت الترشح ان شاء الله باش يكون. ثم محاولة تعدية على الحكم، المساعد والحكم الرابع. الجمهور ينزل الملعب، النجم يقولوا مبروك للنادي الافريقي. فوضى عارمة، لكن الصور هذه ما نتمناوش وانا نشوفوها. اكيد ما نتمناوش ما نحبوش نشاهدوا اللقطات هذه، ما نحبوش نشاهدوا اللقطات هذه. بالعكس المقابله بين الاشقاء، الزمالك فريق عريق وفريق كبير، النادي الافريقي فريق عملاق وفريق كبير، وبالتالي الاجدر هو اللي يتعدى. نخليوا المقابله تتلعب فوق الملعب ولا للمناظر هذه. صوره الاسبوع اكيد هذه هي اللي باش تتصدر العناوين نتاع يعني الصحف، سواء كانت المكتوبه الالكترونيه ولا غيرها. يعني الجماهير المصريه تقتحم الميدان وكانها استسلمت. يعني ولاحظ انه الامن نتاع الملعب كله داير بحسام حسن، لو نلاحظوا في اسفل الشاشه كله داير. لاعبين الافريقي وينهم؟ لاعبين الافريقي يعني تقريبا ما فما ولا واحد يحمي في لاعبين الافريقي. اعطيني اللايف يا مخرج، ما تعطينيش الاهداف. يلزموا يعمل هكا المخرج، يلزموا يعمل هكا باش يخلي الصور هذيك ما تعداش للمشاهدين. احنا نتاسفوا على مثل اللقطات هذوما. الاهداف يا سيدي المخرج شفنا الاهداف، نحبوا نشوفوا ما يحدث في الملعب. اللي نتمناه انه اللاعب الافريقي وكل البعثه المرافقه للنادي الافريقي ان شاء الله تكون سلامات. اعطينا المباشر مره اخرى نكرروها، نطالبوا المخرج المصري وانه يعطينا الصور اللايف، صور المباشر، صور الديريكت باش نتابعوا ماذا يحدث في ملعب استاد القاهره اللي كما نقولوا وكما شفتوا هذم لاعبين الافريقي قاعدين يعني يحاولوا انه ياخذوا اعتداء على اللاعبين نتاع النادي الافريقي. مش معقول وغير مقبول. نتاسف صراحه. أشقاء لعبة مقابلة بتاع كرة قدم بين وخيان، فوضى كبيرة في الملعب غير مقبولة من جماهير الزمالك، غير مقبول. هذا صور، وهذه صور قاعدين نشوفوا فيها في المباشر كما شفت. فوضى كبيرة قاعدين نعيشوا فيها في استاد القاهرة. نذكر اللي يهمني أنا يا بديع سلامة اللاعبين والإطار الفني وبعثة النادي الافريقي. خذوها المقابلة لا ما يهمش ترشح، خذوا المقابلة ما يهمش، ورينا فوق الملعب أننا أبطال، ولكن اللي يهمني أنه سلامة اللاعبين المتواجدين فوق الملعب، هذا الأهم. يظهر لي 90 دقيقة باش يتفسخوا باش يوفيوا، ما عادش باش نحكيوا على الكورة، باش نوليو نحكيوا على أحداث ما بعد المباراة. أكيد تشوفوا في الصور باش نرجع ونمشي للإشهار، من بعد نرجعوا للبلاتو إن شاء الله.